رمضان بديهيات كده يبقى في رامز جلال، رامز جلال يبقى رمضان. الكلام ده من القلب للقلب يا حبيب اخوك، جاي اجاوبك على الاسئله الازليه بتاعتك. اللي هو اول سؤال، هل يا ترى رامز بيبقى معرفهم ان هو يعمل فيهم مقلب ولا لا؟ ده اول سؤال. تاني سؤال يا محترم، الفكره بتاعت رامز كان من الاخر حلوه ولا وحشه؟ هقول لك عليها في الاخر برضه. تالت حاجه، هنقيم الحلقات على السريع كده تقييم لطيف، ومستني اشوف تقييماتكم تحت في الكومنتات. فلو انت ما تابعتنيش فانت راجل ما انتش جدع، فتابعني عشان الحلقات اللي جايه هتبقى جامده ضرب نار. رمضانيات برضو تتابع محمود السعيد، حاجه ازليه كده، انا مكمل معاك الموضوع للاخر. فنبدا باول حلقه، احمد السقا. انا نفسي اسالك سؤال، انا حسيتك شوجر دادي بقى لحظه كده، مين اللبيس بتاعك يا احمد؟ مين اللبيس بقى؟ احنا واخدين ان انت شخصيه تانية غير اللبس اللي انت لابسه، يعني فاهم؟ كاركتر احمد السقا اللي في بالنا غير اللبس اللي انت كنت لابسه في البرنامج. يعني حاول تغير اللبيس بتاعك عشان انا شفتك عينك زايغه وبتاع. غير الموضوع ده يا احمد سقا بالله عليك. باسم سمره، انت كنت محسود ولا ايه؟ يعني ايه الجاكيت الازرق؟ حد حاسدك صح؟ اصل انت من بلقاس، العين عليك، انا عارف. مش من نزله السمان زي ما انت بتقول، ولا من بلديات احمد السقا. انت بتستعر مننا يا باسم. حصلت يا بسومه. الحلقه تاخد 6 من 10 يا جماعه. ليه بقى؟ عشان بس بيستعر مننا. بس حلوه حته اللي هو شبك له ونطلع نجيبه ده، دي اجمد حته في الحلقه عموما يعني. مي عمر، منك لله محمد يا سامي، والله منك لربنا بقى على طول. يا جماعه هو ده الحلقه الوحيده اللي حسيت ان هي فيها مقلب. دول مش عارفين ان هم جايين، لان بصيتها لنجلاء بدر اللي هو انت ليه بتتعالى على الناس؟ هو بره انك انت مثلا تكوني ممثله شاطره او الناس بتحبك، انا حاسس الشخصيه بارده. فنو كومنت يا جماعه، الحلقه دي نو كومنت، والتقييم بتاعها زيرو. حرفيا انا ولا انبسطت ولا ضحكت. اللي انا حسيته بس الاحساس الوحيد ان الاتنين دول ما كانوش يعرفوا فعلا ان هم جايين برنامج مقالب بس، وان رامز نجح ان هو يطبق فكرته على الاتنين دول. بس انا ولا بطيق دي ولا ليه علاقه بدي، فربنا يسهلهم هما الاتنين. تالت حلقه بقى، اخف حلقه ممكن تشوفها على مدار السيزون اللي جاي واللي بعده واللي هيجي، محمد ثروت وأسس يا جماعه. الاتنين لوحدهم اصلا كوميديان درجه اولى، ليفل 1، ليفل عالي قوي. فيعني ما تحكمش على الحلقه دي باشا، انت هتشوف رمضان الجاي هتضحك عليها برضه، يعني ده طبيعي. الاتنين جامدين فشخ. فالحلقه دي تاخد 10 من 10 وبوسه وحضن، وهرجع اتفرج عليها تاني من حلاوتها والله العظيم بجد. الاتنين حتى لو عارفين ان ده مقلب وهم عملوا الاداء ده، التمثيل الجامد ده، لا يا جماعه الاتنين 10 من 10. رامز جاب من الاخر فعلا في الحلقه دي، انا ضحكت كميه ضحك رهيبه. ولو انت ما شفتش الحلقه ارجع شوفها وتعرف انا بقول كده ليه. طيب، الفكره بتاعت رامز جاب من الاخر بالنسبه لي انا فكره حلوه قوي، انك تجيب اتنين متخاصمين وتبدا تصالحهم على بعض. لا دي تاخد 10 من 10. انك تطلع بره الزون اللي احنا حاطينك فيها. رامز يا جماعه كان اخره معايا ايه؟ ها هتجيب مين؟ هتحفل عليه وهتطلع عينه وبعدين تديله فلوس تمشيه. ده كان رامز بالنسبه لي. حته ان هو يطور من نفسه ويغير الفكره بتاعت البرنامج بتاعته، ده حاجه حلوه، ده حاجه ما كنتش متوقعها من رامز والله. بس شابه والله، يعني عايش بجد يا رامز بجد. لو انت هتطور من نفسك السنه الجايه فاستمر، انا معاك. تاني حاجه، السؤال الازلي بتاع الناس كلها، هو بيتفق مع الناس ولا لا؟ يا جماعه في ناس اقسم لك بالله زي احمد السقا وباسم سمره عارفين كل اللي هيحصل من الابره للصاروخ قبل ما يخشوا الحلقه كده. ما ينفعش الناس دي ما بتتحركش من غير ما تكون عارفه هي رايحه فين وجايه منين يا جماعه. اصل هما مش ناس بسيطه، يعني ممثلين كبار جدا، فمستحيل هما مش عارفين هما رايحين فين دغري. وفي ناس زي مي عمر ونجلاء بدر، يعني اللي هو عادي ب 2 جنيه ونص تجيبهم اي برنامج يعني. فدول مش عارفين ده مقلب فعلا، وفعلا كانوا متخاصمين، وفعلا هم تراضوا عن طريق رامز جاب من الاخر، فده حاجه كويسه تحسب له يعني. بس كده، وده كان رايي في الاول في الاخر. مستني اشوف رايكم تحت في الكومنتات. واياك ما تكونش لسه تابعتني عشان الحلقات الجايه والتقييمات الجايه للاعلانات والمسلسلات انت اللي هتقول عليها تحت في الكومنتات. عايز نقيم مين من المسلسلات وايه من الاعلانات. كان معاكم اخوكم في الله محمود السعيد، ويا رب اكون كنت خفيف على قلوبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.